ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بكل خير. النهاردة هنعمل مع بعضينا وصفة صيامي، وممكن كمان لو في الفطار تعملوها بالسمنة، دي هتكون بس بالزيت. هيكون باتون ساليه بالكمون، ولو مش حابينه بالكمون ممكن تعملوه سادة، هيطلع زي البقسماط كده، وبجد طعمه هيبقى حلو قوي ومقرمش وجميل قوي قوي، وكمان دايب دوب. اطفالك ياخدوه معاهم المدرسة وانت كمان تاخديه معاكي الشغل. يلا المقادير بسرعة: كوبايتين دقيق، معلقة خميرة، 2 سكر، 2 معلقة كمون، ربع معلقة صغيرة ملح، كوباية مية دافية، وربع كوباية من الزيت. مش هنستخدم الزيت كله. هنجيب البولة بتاعتنا ننزل بالدقيق بتاعنا كله، وبعد كده هننزل بكل المكونات الجافة: الخميرة والسكر، دول معلقتين صغيرين من السكر، ودي معلقة ربع معلقة من الملح، وكمان بننزل بالكمون. لو مش حابين كمون ممكن تعملوه بسمسم، وكمان لو مش حابين كمية الكمون دي كلها ممكن تقللوا منها، بس انا بحب طعمه علشان كده بحط كتير. هنبدأ نعجن كده وننزل بالمية بالتدريج، مش هننزل بالمية كلها علشان ما تعومش مني بقى ونفضل نزود في دقيق. تعالوا اقول لكم الاسرار بتاعتها عشان تكون هشة كده وطعمها حلو. اول سر ان هي ما تكونش مليانة دقيق، ما تكونش تقيلة قوي، تكون خفيفة، يعني تلاقوها ملزقة بس ما بتمسكش في الايدين، يعني تلزيقة خفيفة قوي. نبدأ كده نلم العجينة بتاعتنا بشوية من الزيت، انا مش هحط الزيت ده كله، هي شوية صغيرين الم بيهم العجينة، وبعد كده هحط زيت خفيف بعد كده، يعني هتشوفوا بالخطوات كل حاجة. هنزلها بعد كده على الرخامة بتاعتي، وهقعد بقى اعجن فيها شوية تاني حلوين. يبقى اول سر ان هي تكون طرية زي ما انتوا شايفين بالظبط، مش عجينة يابسة، لا عجينة طرية، يعني هشوفوها طرية جدا جدا. هنحط حتة زيت كده في البولة بتاعتنا ونحطها، وبعد كده نغطيها ونسيبها بقى تختمر براحتها خالص. ما تستعجلوهاش عشان توصل للشكل اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي. كده اختمرت بعد نص ساعة، وعلى حسب برضو الجو عندك في الشقة عامل ازاي، سواء الجو برد او حر هتشوفي الدنيا ممكن تختمر بعد ربع ساعة، وممكن كمان تاخد وقت لو الجو برد. هاخد حتة زيت كده في ايديا زي ما انتوا شفتوا، بعد كده هبدأ اقطعها كور صغيرة بالشكل ده. زي ما انتوا شايفين العجينة طرية طراوة فظيعة. بمسكها اقطعها كور واحطها بقى على جنب. حتى بعد ما بعملها كور بسيبها في حدود 10 دقايق كده شوية تهدى مع نفسها كمان وترتاح، وبعد كده هكمل. كوبايتين الدقيق عملوا معايا شوية حلوين مش وحشين، لو عايزين تكتروا زودوا الكمية وضعفوا الكمية. هبدأ بقى ان انا اعملها على شكل صوابع، وانتي ممكن تشكليه بالشكل اللي انت عايزاه. يعني انا في مرة تانية عملتها دواير زي الكحك كده، بس دواير اللي هي المخرومة. فلو انتوا حابين تعملوها بالشكل ده اعملوه، بشكل تاني اعملوه اللي يريحكم. التشكيل ده يرجع لكل واحدة. دلوقتي هبدأ ان انا اعملهم زي الصوابع، في شوية هعملهم صوابع قصيرة وشوية هعملهم صوابع طويلة زي البقسماط. في تركاية كمان هقولكوا عليها شوية كده في الفيديو القدام، بس خليكم معايا. تركاية هتخليه هش قوي، وهتسمعوا صوت القرمشة بتاعته في اخر الفيديو. لو انتي اول مرة تشوفي الفيديو بتاعي، انا اسمي سهام في امريكا تكساس، وبعمل فيديوهات حلوة جدا للاكل وكل حاجة. تابعي معايا القناة عشان تشوفي كل حاجة، اعملي سبسكرايب واعملي زرار الجرس، وتابعي معايا كل الفيديوهات. كده دخلناه الفرن وطلعناه زي ما انتوا شايفين. هو شكله مش عاطفي قوي يعني بس انا على قد ما عرفت قعدت الف فيه وابرم فيه، بس زي ما طلع بجد حلوة قوي وريحته كانت تجنن. الحبوب اللي طالعة فيه دي الكمون، ما تقلقوش يعني مش حاجة وبس. بجد ريحته كانت حلوة قوي وخفيف جدا جدا، وانا ماسكاه في ايديا خفيفة كده وهشة وجميلة جدا. اسمعوا معايا كده، حاجة لذيذة وخفيفة قوي، تاكليها وتاخديها معاكي الشغل، تديها لأطفالك في المدرسة، تتسلوا عليها في جوع الليل اللي عارفينه بتاع الشتاء. بصراحة هيعجبكم قوي. بألف هنا عليكم وعلينا.